كابتن محمد الشناوي بعد الخسارة امبارح زعلان ان الجمهور بيعاتب اللعيبة عشان نشوف مشهد هو الأغرب في تاريخ النادي الأهلي. ان كابتن الفريق فاكر نفسه كابتن على الجمهور، والموقف ده اتكرر بدل المرة 2. وللأسف ما كانش فيه موقف من الإدارة. وبصراحة احنا محتاجين المرة دي نشوف موقف، لان زملكة الفريق وان انا اشوف ان اللي بيحصل في الزمالك يبتدي يتسرب ويبقى بيحصل عندي، ده مؤشر خطر. انا لا هكون عندي شيكابالا، انا لا هيكون عندي زيزو، انا لا هيكون عندي شلل في اوضه اللبس، انا لا هيكون عندي لعيبه بتتحكم في النادي، انا لا هيكون عندي لعيبه بتتحكم في تشكيل. انا الافلام دي ما تحصلش عندي وما ينفعش تحصل عندي. لو فيها ان اسرح الفريق كله، لو الفريق كله هيسرح نسرحه، وافضل انا الاهلي بقيمتي بجمهوري اللي هو اساس الفريق. الوحيد اللي في المنظومه غير منتفع هو الجمهور، اللي بيلف وراك الدول كلها هو الجمهور، اللي بيدفع من جيبه هو الجمهور، اللي بيحب النادي من غير مصلحه هو الجمهور، اللي بيلف كعب داير هو الجمهور، اللي بيتعرض للحبس وللأذى هو الجمهور، اللي ما بيكسبش فلوس هو الجمهور، اللي ما بياخدش شهرة هو الجمهور، اللي بيشجع بدون مقابل هو الجمهور. فالجمهور هو النادي. انتوا ادوات بتيجوا تاخدوا حقكم، بتاخدوا تمن ده شهرة وفلوس وبطولات وانجازات وتاريخ وقنوات تستضيفكم واعلام بعد كده تتعينوا فيه لما بتخرجوا من النادي او تبطلوا او تتعينوا في النادي. كل ده بمقابل، ما بتعملش حاجة ببلاش، ما بتعملش حاجة لله. فكابتن الشناوي اتفاجئنا امبارح ان اللعيبة خارجة، الجمهور بيهاجم كهربا وبيعاتب كهربا وشايف ان كهربا ضيع فرصة تاريخية على النادي الاهلي ودخوله لضربة الجزاء وانه ما كانش نفسيا واللقطة والقصة اللي احنا عارفينها. فالكابتن الشناوي مش عاجبه، فكابتن الشناوي قرر ان هو يرد على الجمهور. فطبيعي الجمهور اللي بيطالب برحيل كهربا جمهور زعلان ومنفعل. والناس دي بقى يا جماعه، الناس دي اللي عايش في قطر واللي جاي من الكويت واللي جاي من السعوديه واللي جاي من مصر، الناس كلها دافعه من جيبها وعامله الرحلات دي على حسابها وطالع عينها وجايين لك من كل حته عشان يشجعوك. واللي سايب شغله واللي بيدفع، ما هو اللي بيسافر ومتغرب ده وعايش في قطر او عايش في الكويت او عايش في السعوديه، هو مش عايش يعني امير، هو متغرب وسايب بيته واهله وناسه واصحابه عشان يوفر عيشه كريمه. فلما يقطع من فلوسه عشان يجي يتفرج على حضرتك، فحضرتك لازم تحترمه. فحضرتك لازم تفهم ان انت لو كابتن فانت كابتن على الفريق، مش كابتن على الجمهور. مش انت اللي تقول الجمهور يقول ايه وما يقولش ايه. امتص غضب الناس، اعتذر للناس، لم اللعيبه وتاسف لهم، لم اللعيبه وقول لهم مجيتكم على راسنا، احنا غلطنا، احنا مش مقدرين قيمه وطموح جمهور النادي الاهلي، لان احنا لعيبه شبعت بطولات وشبعت فلوس وشبعت شهره. فاحنا مش مستحملين حد يقول لنا تلت التلاته كام. اوضه اللبس اللي بقى بيحصل فيها حاجات غريبه، اوضه اللبس اللي بقى بتفاجئ ان كل شويه خناقه وقصه وعقوبه اللي اساسها الشناوي، اللي هو اصلا كهربا لما تعاقب وامام لما تعاقب كان اساسها الشناوي. فالشناوي دلوقتي بيدافع على كهربا مع مين؟ مع الجمهور. طب ما دافعتش عنه ليه لما في اوضه اللبس غرموه بسببك؟ فاحنا مش هنطلع نمثل على الجمهور. ده نفس اللي حصل في برج العرب لما خد اللعيبه ولمهم ورفض يحتفل مع الجمهور، قال لك اصل الجمهور هاجمنا، اصل الجمهور شتمنا، وده ما حصلش واحنا عارفين انه ما حصلش. ولكن انت عامل حمى اللعيبه، لا يا فندم. فوصل الامر بقى كمان ان الناس مش عايزه كهربا يمشي، قال لهم طب وانا كمان همشي. ما تمشي، الباب يفوت جمل. والعلم انا اول واحد لما الشناوي طلع قال ان هو، او البيان النادي الاهلي، انا فاكر كان النادي الاهلي نزل بيان بيشكر فيه الشناوي ان الراجل ساب فرصه الاحتراف وساب فرق دولارات وساب فرق فلوس عشان خاطر النادي الاهلي، وبيشكروه على هذا الموقف. اول واحد طلع عمل حلقه ان الشناوي ده هو المعدن النفيس والغالي ثمنه فيه،
وان الغالي لازم يتقدر. وقعدت حلقه كامله ربع ساعه بشكر في الشناوي وبشكر في اللي عمله وبديله حقه، ولكن ده مش هيديك الحق انك انت ما خدتش حته من النادي، لانك في الاخر لما حضرتك لما لعبت وكملت في النادي ما كملتش ببلاش. والفرق ده انت الاداره متفقه معاك، موعود بقى بمنصب، موعود بقى بشغل في الجهاز، موعود بشيء مستقبلي لما تخلص لعب او كلاعب خلاص تعتزل. كل ده اذا هو مقابل، يعني مش عامله بان انت بتجبي، مش عامله ان انت بتلعب ببلاش، مش عامله ان انت مش هتاخد عليه مقابل. كل ده انت هتاخد عليه مقابل، وزي ما قلنا لما عملته تشكر عليك وشكرناه. لكن لو هيوصل الامر ان كابتن الفريق يبقى فاكر ان هو اعلى من الجمهور او واقف بينظر على الجمهور، لا شفناها ولا هنشوفها. واللي بيحصل في الزمالك واللي بيحصل جوه ده انه يبتدي يحصل عندي، ده غير مقبول ومش هينفع يحصل. انا مش فاهم يعني ايه همشي. واحد يقول لك انا همشي والتاني يطلع يقول لك اصلهم بيلموني الجمهور وبيعاتبونا، لا انا المدربين بيقولوا ان انا كويس وانا مش عارف ايه، ولو مش عاجبك ما تشجعش النادي لغايه ما امشي منه. كابتن رامي ربيعه، لا يا جماعه اصحوا. ما هو للاسف لما كابتن الفريق يلاقوه بيلم الفرقه ومش عايز يحتفل مع الجمهور، لما يلاقوا كابتن الفريق بيخش في مشاده مع الجمهور، لما يلاقوا كابتن الفريق مش راضي يقعد دكه لمصطفى شوبير في الماتشات، فطبيعي ان الكل يبقى شايف ان الجمهور ملوش لازمه. عادي يعني ما يقولوا ما الاداره بتدلع وبتطبطب وبتدي فلوس وبتدي مستحقات وبتدي سفريات وبتقول ان انتوا اللي عملتوا الانجاز، وكده كده بتفضل في الملعب وما بتعاقبش اللعيب اللي بيطلع ينظر على الجمهور. يبقى ليك حق، يبقى ليك حق في اللي انت بتقف تعمله، تتحاسب الاداره قبليك. فلا يا كابتن، انتوا مش بتجبوا على النادي، انتوا قبل ما تيجوا النادي ما كانش حد يعرف انتوا مين، كان حلمكم تعدوا من قدام سور النادي. جيتوا النادي بفلوس وحقكم وتعبكم وعرقكم، ده شغلك، ربنا يزيدك ويبارك لك وتاخد قد اللي بتاخده 100 مره. لكن انت عملت بطولات وانجازات داخل النادي الاهلي نتيجه انه وفر لك حاجات كتير واخدت المقابل بتاعه. الجمهور ما خدش مقابل حاجه، الناس اللي لسه مسجونه ما خدتش حاجه، الناس اللي مستقبلها ضاع ما خدتش حاجه، وحضرتك مش عاجبك. ده اي سي ميلان في ايطاليا والجمهور واقف بيغسل اللعيبه والمدير الفني والجهاز واقفين مربعين بيسمعوا الجمهور بيقول لهم ايه. لكن احنا كابتن الفريق عامل فيها حامل حمى ومش عاجبه ان الجمهور يبقى غضبان ومتضايق وزعلان عشان فرصه تاريخيه. ما هو يا كابتن نفس الجمهور اللي محروق ده لو حضرتك كنت كسبت ورحت تلاعب ريال مدريد، على فكره هو ده الجمهور اللي كان هيحطك على الاكتاف، هو ده الجمهور اللي كان هيطلع بيك السما، وكان اللي هياخد المكافاه حضرتك مش الجمهور، واللي كان هيستضيفوه في البرامج ويتكلموا عنه حضرتك مش الجمهور. فحضرتك بتاخد كل المميزات، مش عايز الجمهور اللي مش كسبان اي حاجه يعبر عن زعله، يبقى متضايق. ايه يا جماعه، ما تصحوا وتفوقوا بقى وتحطوا الامور في نصابها الحقيقي. بس ده ليه؟ عشان احنا عندنا مجلس اداره للاسف بقى في حاجات كده بتحصل كده ايه، زملكه. اللي انا مش عاجبني هناك واللي انا مش قادر استوعب ان ده بيحصل في نادي وان اللعيب يبقى متحكم، للاسف ابتدى يحصل عندي وسمحنا بيه مره واتنين، وكانت النتيجه انك بتخسر، انك توصل المباراه النهائيه بدل المره 2. فاكتر من مره كان سهل انك توصل، وفي فرص تاريخيه مش هتيجي تاني ومش هتيجي بالسهوله دي تاني. عارف ليه؟ عشان للاسف النفوس ما بقتش صافيه. هتقول لي دي كوره، هقول لك هي كوره، بس الكوره فيها حاجات كده، فيها حاجات كده اللي لعب كوره عارفينها. لما النفوس بتبقى سالكه والفريق روحه واحده كده الامور بتمشي. لما النفوس ما بتبقى الصافيه والدنيا كده فيها غل وحقد وسواد والنوعيات دي للاسف ما بتمشيش. الحظ بيبيعك، الحظ بيسيبك، التوفيق بتاع ربنا ما بيكملش معاك لانك ما تعبتلوش ونفسكم الصافيه. ده اللي بقى يحصل.
فيا كابتن محمد، لو حضرتك مجلس الاداره وعدك انك عشان قعدت انه اداك حته من النادي، فده شيء يخصك ويخصهم، ما يخصش الجمهور. الجمهور لما يتكلم تقف تسمع. الجمهور لما يتكلم لو مش عايز تسمع خد لعيبتك وخش اوضه اللبس. ده التصرف الصحيح. لكن لما اللعيبه الصغيره واللعيبه اللي لسه منضمه واللعيبه اللي بنقول لك هم جايين من بيئه اساسا اساسها الفوضى وبنحاول نعلمهم، لما يشوفوا ان كابتن الفريق بيقف ينظر على الجمهور، هم هيعملوا ايه مع الجمهور ومعاك بعد كده؟ معاك انت شخصيا. واعتقد انهم عملوا واتعاقبوا. فحضرتك مش طالع بقى تنظر انك حامل حمى على الجمهور. وزي ما بقول وهفضل اقول، اوعوا تفتكروا ان في لعيب مهما كان اسمه هيكون اغلى من النادي الاهلي عندي. محمد ابو تريكه افضل واقوى من انجبت الكره المصريه واكتر لعيب لا خلاف عليه ولا حبنا ليه. يوم ما هيبقى مسؤول في النادي الاهلي ويقصر هطلع اقول له انت مقصر واحط صباعي في عين التخين عشان مصلحه الاهلي. الاهلي مصلحته فوق الجميع. فاوعوا تفتكروا ان انتوا اشتريتوا النادي او ان انتوا اللي جبتوا البطولات بيك من غيرك. وكذلك الشلل اللي حاصله، الاهلي هيكسب، الاهلي هيجيب بطولات، الاهلي فوق الجميع يا كابتن. وزي ما اشدنا بيك في موقف واثنين وثلاثه، وده كلام ما نقدرش ننكره، لما تغلط لازم تعرف انك غلط ولازم تعتذر ولازم تقول، والجمهور بقى يقبل او ما يقبلش ده موضوع تاني. لازم تبقوا فاهمين كويس قوي ان انتوا دوركم انكم تبسطوا الجمهور، وانتوا بتاخدوا فلوس وبتاخدوا شهرة وبتاخدوا تاريخ بيتكتب ليكوا عشان خاطر الجمهور يتبسط. دي شغلانه حضرتك، مش انك تقف تنظر على الجمهور. ولكن للاسف الاداره اللي سمحت بده، والاداره اللي وصلتنا لده، والاداره اللي خلتنا في الموقف ده. لكن انا بقول لك لا مسموح بزملكه النادي الاهلي، ولا مسموح بان احنا نبقى بنقدس اشخاص ولاعيبه ويتعمل فينا زي ما هناك كده ما شيكابالا بيعمل فيهم، وزي ما زيزو دلوقتي بيعمل فيهم، وزي ما جمال حمزه كان بيعمل فيهم، وغيرهم 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 كتير. الامثله هناك كتير قوي. لكن الفرق اللي كان ما بينك وما بينهم وخلاك منظومه عندها تاريخ وعندها بطولات، انك عمرك ما كنت زيهم. وطول عمري بقول يوم ما يحاولوا يبقوا زيك هيشوفوا فرق وهيشوفوا نتيجه. لكن للاسف احنا اللي عايزين نروح لهم، احنا اللي الظاهر الجيل الجديد عاجبه الفوضى دي، عاجبه المنظر ده، عاجبه ان اللعيب ممكن يشتم الجمهور ويزعق للجمهور ويهرب من النادي ويمضي للاهلي ويفضل بيتقدس. هم في الغالب عاجبهم الشكل ده، لان هي دي نفس اللعيبه، ان كان الشناوي ولا رامي ربيعه اللي هم المفروض من كباتن الفرق اللي بتنظر على الجمهور، هم اللي دايما لما بيطلعوا بيتسالوا على شيكابالا بيذكروا شيكابالا ده لعيب جميل وانه لعيب مش عارف مين ولعيب، بالرغم ان شيكابالا ده اكتر لعيب في مشاكل ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي. لكن لو اللعيبه دي بتحترم الجمهور ده ما كانتش قالت كده، وكان ردها على السؤال هيبقى مختلف. لكن لا، دي لعيبه ما بتشوفش غير مصلحتها وما يهمهاش غير مصلحه نفسها، وما يفرقش معاها ولا واحد من الجمهور. لان لو يفرق معاها الجمهور ما كانش ده يبقى ردهم على اكتر شخص غلط في حق جمهور النادي الاهلي. ده حاجه كمان لازم تبقوا عارفينها، جمهور النادي الاهلي الوحيد اللي مش مستفيد. فلازم تفوقوا وتعرفوا ده كويس جدا 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 جدا. رساله لازم توصل للشناوي زي ما الرساله اللي احنا عايزينها توصل له، بان هو لما ضحى ولما ساب ولما عمل وشكرناك، لازم ده مش معناه انك اشتريت النادي وبقيت الامر الناهي ومحدش يقدر يتكلم معاك. اصحوا وفوقوا واعرفوا دور كل واحد فيكوا ايه، واعرفوا ان جمهور الاهلي الوحيد اللي مش منتفع، الوحيد اللي من حقه يلوم ويعاتب زي ما بيشجع وزي ما بيلف وراك من غير ما ياخد جنيه، بل بالعكس ده بيدفع من جيبه ومن قوت يومه عشان يتبسط وعشان يحطك على الاكتاف وعشان ينادي باسمك لما بتعمل الانجاز. اتمنى تكونوا فهمتوا ده، لان انتوا لو مش فاهمين ده تبقى مصيبه سودا، وانا اعتقد انكم مش فاهمين ده. والجيل ده كله للاسف محتاج ناس تقعد تفهمه وتعرفه ازاي يتكلم وازاي يتصرف وازاي يعرف يعني ايه جمهور ويعني ايه الجمهور،
ولو عايزين تتعلموا اتعلموا من علي معلول، اتعلموا يعني ايه لعيب بيحب الجمهور وبيقدره وعارف قيمته، يعني ايه لعيب لما ضحى مره واتنين بالفلوس عشان خاطر النادي الاهلي وجمهوره عمره لا طلع قال ولا نزل له بيان ولا طلع اتكلم ولا اتوعد بحاجه. عارفين ليه؟ لانه بيحب الاهلي. تخيل، مش مصري وبيحب الاهلي وبيحب جمهوره. علي معلول اللي لما الجمهور في ماتش النهائي بتاع الوداد هنا لما غلط في الكوره اللي كان بيطلعها ودخل فينا الجون وبقت 2-1 والناس كلها كانت بتهاجمه وكانت مشايلاه الليله كلها بالرغم من تاريخه وانجازاته، راح ماتش الوداد هناك كان هو السبب في جون التعادل هو ومحمد عبد المنعم، وكان بيعيط بالدموع وراح للجمهور. لا وقف اتنك عليهم ولا وقف قال لهم اصل انتوا هاجمتوني ولا انتوا بقالكوا اسبوع بتشتموني ولا انتوا بقالكوا اسبوع بتعاتبوني ولا انتوا شايلتولي الشيله، بل بالعكس. ليه؟ لانه بيحب الجمهور وعارف ان الجمهور لما بينتقده او الجمهور لما بيعاتبه نتيجه حبي الزياده وثقتي فيه، ان ما ينفعش الغلطه تيجي منك انت يا علي، تيجي من اللي ما يعرفش النادي، تيجي من الصغير، ما تجيش منك ومن تاريخك. لعيب عارف ده كويس، لا عمره رد على جمهور ولا عمره عاتب جمهور، بالرغم ان الجمهور علي معلول عنده من الرصيد انه يعاتب جمهور الاهلي، ولكن لا يجرؤ يعملها. ليه؟ لانه بيحب الجمهور والنادي بجد. اتعلموا من علي معلول يعني ايه حب الجماهير وتقديرها ومعرفة قيمتها، لان انتوا بصراحة فايتكوا كتير قوي 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 كجيل مهما حققتوا من البطولات، ولكن هتفضلوا وفي تاريخكم مكتوب كل مواقفكم وتصرفاتكم دي اللي صدقني باقيالكم في تاريخكم ما ينفعش حد يغيرها. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب واللايك والكومنت والشير. سلام.